شكرا سيد الرئيس. السيد الولي، السادة العمال، الإخوان والأخوات، السادة المصالح، إذا كان توضيح ديال السيد المدير ديال التجهيز ديال الصحة جهوي هذا هو معناه وغتبناه اتفاقية، متفقين. تحويلات كلها المالية ديال الجهة تحول لوزارة الصحة، صاحب المشروع اللي غينفذ المشروع كله وزارة الصحة. حنا نعم لا سيدي، هذيك لا، حدد لنا شكون، إذا غادي ترتقي شكون، هنا غيكون الخلاف. شكرا سيد الرئيس. انا بحق اللي كنستغرب له هذه الازدواجيه في الخطاب عند البعض، فين كانوا كيترأسوا بعض المجالس المنتخبه صراعهم ونضالهم كان من اجل باش يكون صاحب مشروع، واليوم يناضل من اجل باش ما تكونش الجهه هي صاحب المشروع. هذا هاجس حنا زايد ناقص في الحقيقه، لان البارح فين جاب لنا السيد الرئيس اخبار بان العقار غادي تشري وزاره الصحه، قلنا له في خير، هذا غير مشكل، ولكن هذا كيوضح لنا النوايا في الحقيقه اللي عند البعض. بالرغم منه راه من حقنا نتسائلوا ما الذي تغير باش تغير هذه الاتفاقيه شنو؟ لان راه كلام كثير يقال، وراه هذا الشيء راه ولا كيزعزع ثقتنا بمؤسسات الدوله. الاخوان باش يوليو اشخاص والله شخص واحد يولي يوجه مؤسسات الدوله ويهين مسؤولين الدوله، الوزير ولا مؤسسات الوالي اللي بغاو هذا، ولا احد يتكلم. هذا الشيء راه خطير، هذا راه غادي يشجعنا على فعل اكثر، وهذا كلامي راه موجه للمؤسسات المعنيه بهذا الامر، راه خصها تحمل مسؤوليتها. باش هذا الشيء راه فات القياس ولا بزاف، راه كثير هادشي. ما حنا اللي بغى يكون متر دوبراج يكون، وهذا حتى الشيء راه اخر شي حاجه، ماشي حنا اللي عندنا ملفات ديال الفساد وجرائم الاموال العامه في المحاكم ديال الدوله. وشكرا. واحد القضيه الله يجازيكم بخير، فعلا هذا التعديل دبر بين عشيه وضحاها. نحن نطالب اولا من وزير الصحه ان يوضح لنا هذا الشيء، لان اجتمعنا معه ومع الاطر ديالو وما كانش هذا النقاش مطروح نهائيا، واتفقنا عليه معاه على ان الجهه غادي تاخذ العقار، ما كاين حتى مشكل، بعثتوا على الجهه مزيان صان في بليزير. ولكن هذا التغيير الذي حدث نسائل فيه السيد الوزير شخصيا، وزير الصحه، علاش بالضبط، وكان بلغ السيد الوالي باش بلغ الوزاره الداخليه، وكنحضركم كرئيس جهه، وكنقول للسيد الوزير انه خاصو يعطينا تفسيرات منطقيه على هذا التغيير هذا. اذا كان يتبججون بالمرسوم، كاين جهات في المملكه المغربيه اقتنت العقار، واذا كانت شي حاجه اخرى نعرفوها، لانه كنقول وكنأكد، وهذه الجلسه جلسه مفصليه، وانا شخصيا لا يشرفني ان اترأس مجلسا يناقش المشاريع الملكيه، ونزيد ونكررها ونقولها. كنقول وكنأكد على انه كاين استخفاف بالمؤسسات ديال الدوله من طرف بعض الاشخاص، وكاين استخفاف بالمسؤولين ديال الدوله من طرف بعض الاشخاص، خاصنا نتحملوا فيها المسؤوليه، وانا ما غاديش نقبلها، ما غاديش نقبل هاد الهضره هذه، وغادي نوصل بها جيسكوبو، وكنقولها وكنأكدها. وهاد المساله اللي وقعت دابا، هاد التغيير هذا، انا كنقولها وكنكررها، عندي عليه تحفظ، يجب ان تتضح الرؤيه وفين غاديه الامور. انت السي عبد الوهاب الفقيه باغي تحيد من الجهه كل شيء، عطيه لوزاره التجهيز، عطيه حتى الجنون الكحل، باش الجهه تظهر كانها لم تفعل اي شيء، ما بنات لا مستشفى ما دارش، ما كاين حتى مشكل. براد على خاطرك اخويا، راك انت كتقاتل وكتناضل من اجل انك تاخذ لي مارشي، دابا لا ما تاخذهمش الجهه. هذا الشيء خصنا نوقفوا له ونديروا للسيد الولي حد. اليوم انا غير متفق مع هذه المهزله التي قد تقع داخل الجهه، تقول لي موالدون، وغير متفق مع استقوال الاشخاص على المؤسسات. خصنا نوقفوا هذا العبث داخل الجهه هذه، اما نمشوا لقدام واما نرفعوا هذه الجلسه هذه، ولن تكون هناك الجلسه. واستدعي وزير الداخليه يحضر معنا هنا باش نناقشوا جميع المواضيع، وان تطلب الامر نمشي عند جلاله الملك. انا لست متفقا ولن اترأس مجلسا بهذه المساله هذه تدبر فيه الامور بين عشيه وضحاها، وايضا تحاك فيه الدسائس ويستقوي فيه الاشخاص على المؤسسات. تفضل ترأس الجلسه.